كل سنة وانتم طيبين. 3 حاجات و3 أسئلة. لما نبقى عايزين نتجه في الشارع يمين أو نكسر شمال بنبص في المراية اللي ورا، فما ينفعش أحط أهداف للسنة الجديدة من غير ما أبص على السنة اللي فاتت. إيه اللي حصل فيها كان كويس؟ إيه اللي ما كانش أحسن حاجة؟ إيه نعمة ربنا اداهالي كبيرة حمدته عليها؟ وإيه درس مهم كان لازم أتعلمه؟ فأبص كويس قوي على السنة اللي فاتت قبل ما أفكر في السنة الجديدة. الحاجة التانية، أرتب أولوياتي أنا السنة دي عاملة إزاي، وده ساعات بيكون أهم من الأهداف. أنا ممكن أبدأ السنة عايزة أخس وعايزة أشتغل وعايزة أصلي وعايزة، بس هل هي دي نفس ترتيب أولوياتي بتاع السنة اللي فاتت؟ ممكن لو صادقة مع نفسي ألاقي نفسي مش عايزة أخس أصلا السنة دي، مش عايزة أتطور في كورس ولا حاجة، عايزة أصلي أحسن، مش عايزة أركز في البيت، عايزة أشتغل، أو العكس. فمهم جدا أرتب أولوياتي. خلصنا 1 و2، نحط الأهداف قليلة جدا، هدف أو 2 بالكتير في منطقة أو منطقتين بالكتير من حياتي. كتر الأهداف اللي في كل حتة بيتوهنا، وبتخلص السنة وبنلاقي الورقة زي ما هي. فهدف واحد في منطقة واحدة كويس جدا. 3 أسئلة بقى. مال روبن عملت سلسلة فيديوهات للسنة الجديدة خطيرة. من أهم 3 أسئلة فيها: what to stop, what to start and what to continue. إيه اللي عايزة أبطله السنة دي؟ تدخين، أكل وحش، سهر، غيبة، حاجة محتاجة أوقفها. طب وإيه اللي محتاجة أبدأه؟ علاقة أحسن مع حد من حبايبي، سنة معينة، رياضة معينة. وتالت سؤال والأهم واللي كلنا ساعات ما ناخدش بالنا منه: what to continue. ساعات الاستمرارية في حد ذاتها بتكون هدف محترم جدا، حاجة عايزة استمر عليها، ولا أزود عليها ولا نقص عليها ولا أعلي عليها أهداف جديدة، بس الاستمرارية.